بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السعادة في الدنيا. السعادة في الدنيا هي معنى يعني تدرك تحتها كثير من المعاني، وهي نسبية من شخص لآخر، ولكن السعادة الحقيقية هي في الرضا، والرضا لمن يرضى. الحقيقة السعادة في الدنيا هي رضا بما قسمه الله لك، واقتناعك أن رزقك يكون لك ولا يكون لغيرك، بيريح نفسيتك جدا، وما بيخليكش تقارن نفسك ولا تبص لغيرك، وراحة البال انك ما ظلمتش حد، وهي خلاصة لمعاني كثير جدا، اهمها الرضا. والحقيقة الرضا ده مش حاجة سهلة، هي حاجة كلام سهل كده، ولكن هي في غاية الصعوبة. الرضا ما يخليش يبقى فيه حسد ولا مبقاش فيه حقد على حد، والحقيقة محدش راضي بحاله. في أبيات شعر بتقول: صغيرا يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يبتغي عمل، وذو عمل به ضجر، وصاحب المال مضطرب، وذو نصب من افتقر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، هل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ فالصغير عايز يبقى كبير، والكبير عايز نفسه يرجع صغير. لا، هو انت عيش عمرك بكل مراحله، وكل مرحلة ليها مزاياها وليها عيوبها، وكلها ليها، وطول حياتك يبقى فيه ابتلاءات ربنا بتسأل الله ان يجعلك تنجح فيها، وبتبقى غرضك نفع الناس ونفع المسلمين بشغلك واتقانك في عملك، وبيبقى غرضك في الزواج ذرية صالحة تنفع المسلمين وأسرة إسلامية ناجحة. بيبقى كلها نيات صالحة وبتسعى، والرزق ملهوش علاقة بالسعي خالص. يعني ما هواش السعي هو اللي هيديك الرزق، ولا القوة هي اللي هتخليك تجيب الرزق. زي الشاعر اللي كان بيقول: ورزقك لن ينقصه التأني، ولن يزيد في الرزق العناء، إذا كنت ذو قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هي في الآخر الرزق ربنا كاتبه، ولا حيلة للرزق ولا شفاعة في الموت زي ما بيتقال. وطبعا ده بيخلي قلبك مطمئن، ومفيش صراعات تخليك تجري هنا وتجري هنا، بتبقى حتى لو سعيت وعملت كل الأسباب، انت في الآخر قلبك مطمئن ان رزقك هيجيلك. حقيقة عشان نبقى أكثر عمقا، السعادة الحقيقية الكاملة في الدنيا سراب. يا جماعة، الدنيا ما اتخلقتش للسعادة، لأن هي دار ابتلاء، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا ما هياش مخلوقة للسعادة، وإلا كانت تبقى جنة بقى. ففي الآخر أي نعمة ربنا سبحانه وتعالى في بحور النعم اللي احنا غرقانين فيها، يا إما أنت هتسيبها يا إما هي هتسيبك. فالآخر السعادة الحقيقية هي في الآخرة. نسأل الله أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا،
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.